والله يا جماعة الواحد ما كانش عايز يطلع، بس هو كل يوم لازم يلاقي ترند جديد. مرة واحدة قلعت الحجاب، مرة واحدة اتصورت في أوضة النوم. المرة دي بقى وفاء مرات حمدي، يعني بص قلعت الحجاب، واللي حصل معاها مش مجرد نقاش أو كلام عادي، لا دي محاكمة شعبية شغالة على السوشيال ميديا. ايه اللي حصل بالظبط؟ يلا بينا نشوف. قبل ما نتكلم حابب بس أسأل سؤال، يعني ايه لحظة بس، هو احنا من امتى بقينا أوصية على الناس؟ يعني اللي تلبس حجاب تبقى ملاك نازل من السماء، واللي تقلعه تبقى خارجة كفر عن الملة. لا كمان ده في ناس مثلا لبست حجاب، زي مثلا يعني أسماء شريف منير لبست الحجاب، دي منافقة، ده يومين وهيعمل، ده الحجاب بتاعها مش عارفة ايه، ده راحت مهرجان الجونة. تمام. وبرضو سما المصري لبست الحجاب، دي بتكذب، دي بتركب بالترند، اصل هي شافت الناس بتتحبس فخافت لك تتحبس هي كمان. يا جدعان كل واحد حر في قراره، كل واحد هيتحاسب لوحده. ماشي. بلاش الايه دي اسمها معارك امنه، الناس بتعملها عشان ايه؟ يطلعوا يعني ايه، عقدهم على بعضيهم ويشتموا بعض وايه، ويطلعوا بقى كل واحد يطلع ان انا احسن من التاني، وشغل جلد ذات وشغل مش عارفه ايه. وفي النهايه يا اخي لا ده شايفك ولا ده شايفك، ولا ده يهم رأيك ولا ده يهم رأيك. ليه؟ لأن في النهاية ده هيتحاسب لوحده وده هيتحاسب لوحده، وانت كمان هتتحاسب لوحدك. فخليك في نفسك وخليك في ايه، في اللي بتعمله. هل كويس زوده، وحش حاول تحسن من اللي انت بتعمله. يعني الموضوع بسيط قوي يعني. الغريب بقى ان الناس بقى ايه اللي كانت بتكتب اللهم بارك وحجابك نورك وما شاء الله ومش عارف ايه، هم نفسهم دلوقتي الناس اللي ايه بيكتبوا ان جوزك خدك ايه لطريق جهنم. فين الثبات؟ فين الاحترام؟ طب فين الخصوصيه؟ هي نزلت يا عم على السوشيال، انت مالك؟ ادعي لها بالهدايه وليك، قول يا رب ردها ويا رب يهديها ويهدينا انا كمان. الموضوع بسيط. وجماعه مش هنقول يعني احنا مش هنقول ان الايه الايمان بيتقاس بالمظهر، لا طبعا هو الايمان بيتقاس بالمظهر. ماشي، انت بيبان على لبسك الخارجي او على سمتك انك انت انسان متدين او حابب تكون متدين، كلنا بنعمل ذنوب. ماشي. لكن فلانه قلعت وفلانه لبست، ادعي لها بالهدايه وادعي ليك بالثبات. ماشي. خلاص ما تضايقش نفسك، هو الحجاب كان بتاعك؟ ده بتاع ربنا، وهي اللي هتتحاسب لايه؟ لوحديها زي ما قلت، ولا انت اللي هتتحاسب معاها ولا هي هتتحاسب معاك. كل واحد هيتحاسب مع نفسه. ماشي. بس فيعني الموضوع سهل قوي ومش محتاج الرغي ده كله. وفي الاخر يا جماعة زي ما قلنا كل واحد حر وكل واحد ليه رحلته عند ربنا. وفي ناس بتقرب بخطوات صغيرة وناس بتبعد بخطوات صغيرة، بس محدش فينا يعرف خاتمته رايحة فين ولا يعرف نهايته هتكون ايه. فتاني بكرر المرة 2 10، نتمنى الهداية لغيرنا ونتمنى الثبات لينا. ماشي. وقبل ما تعلق على لبس غيرك بص على سلوكك، لان الحجاب ممكن يتقلع بس ممكن يتلبس تاني، انما سترك الحقيقي بيبدأ من القلب، وقبل ده كله نيتك مع ربنا وعملك. لو الفيديو عجبك ما تنساش المتابعة والكومنت، واشوفكم على خير. سلام.